السلام عليكم، كيفكن؟ كيكة اليوم هي كيكة الغابة السوداء، رح نعملها بطريقة سهلة وممكن أي حدا يحضرها في البيت، والكيك طبعًا هذا كتير طيب لأن فيه شوكولا وفيه كمان فواكه، وفينا كمان نستخدمه كيكات عيد الميلاد. رح نبلش أول شي بتحضير الكريمة، بدنا نجيب ظرفين كريمة بودرة، فيكم كمان تستخدموا الكريمة السائلة، أنا عم باستخدم ظرفين، فيكم كمان إذا كريمة سائلة تستخدموا تقريبًا عبوتين، كل عبوة 250 مللي، وبدي أضيف لإلن فانيليا، طبعًا هن بنكهة الفانيليا بس أنا باحب أعزّز نكهة الفانيليا فيُّن، حطيت كمان ظرفين فانيليا. بدي أضيف لإلن بودرة تثبيت الكريمة أو البودرة اللي بتخلّي الكريمة شوي كثيفة، فيكن تستغنوا عنّا بس أنا بافضّل استعملها، وبدنا نضيف لإلن كاستين حليب، لازم يكون الحليب بارد طالعينه من التلاجة، وبدنا نخفق كل هالمكونات مع بعضُن. بدي استخدم كمان علبة ماسكربونة هي بتعطي نكهة كتير طيبة للكريمة، وبتعطيها كمان ثبات للقوام، وبدي أحكي كمان عن ملحوظة مهمة إنه أنا ظروفة الكريمة اللي استخدمتهم فيهم سكر فما احتجت أستخدم سكر، اللي عم بجيب كريمة سائلة من السوق لازم يحط سكر بودرة لإلها، طبعًا السكر دايمًا حسب الرغبة. بعد ما خلصت عندي الكريمة وصارت جاهزة حطيتها بالبراد لتبرد، وهلأ بدنا نبلش نحضّر الكيكة. لتحضير الكيكة رح نحتاج 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ورح نضيف لإلهم كمان ظرف فانيليا، وبدنا نخفقهم كتير منيح، رح نترك البيض ينخفق منيح بالخفاقة الكهربائية، وهلأ بدنا نحضر المواد الجافة، بدنا تقريبًا كوب وربع طحين، بدنا نحطّن طبعًا بالمنخل الأفضل إنه ننخل كل المواد الجافة، ورح أضيف لإلهم نص كوب كاكاو، وظرف بيكنج باودر ما يعادل معلقتين طعام. وبدنا نضيف لإلهم كمان ربع معلقة صغيرة ملح وكمان معلقتين نشا الدرع، رح ننخل كل هالمكونات كلها مع بعضها وهيك بتكون المواد الجافة صارت جاهزة عندي. بعد ما نخلنا المواد الجافة رح نضيف لإلهم كاسة ونص سكر، طبعًا فيكن تقللوا شوي كمية السكر تسووها كاسة بس هو أصوله كاسة ونص، وراح أضيف لإلهم من عندي إضافية معلقة قهوة أو نسكافيه هي راح تعزز نكهة الكاكاو عنا والشوكولا، وهلأ رح نكمل بالمواد السائلة كوب حليب حرارة الغرفة، وراح نضيف كمان لإلهم نص كوب زيت نباتي. رح نحرك المواد الجافة والسائلة مع بعض بشكل جيد، ورح نضيف لإلهم كمان البيض اللي سبق وخفقناه ونحركهم مع بعض منيح، وبعدها رح نجيب القالب اللي بدنا نحط فيه الكيك، أنا جبت القالب اللي بينفتح اللي بنستعمله للتشيز كيك، حطيت بأرضيته ورق الزبدة مشان ما يلزق معنا الكيك ونطلعه بسهولة، وقصيت ورق الزبدة من الأطراف هيك صار عندي القالب جاهز، راح بخل الأطراف الزيت أو ممكن تدهنوهم بزبدة وترشوهم برشة طحين، هو طبعًا إن شاء الله ما راح يلزق بس هي يعني للsicherheit أو للأمان، صبيت مزيج الكيك بالقالب وحطيته بالفرن لمدة 40 دقيقة على درجة حرارة 180. لبين ما يستوي عنا الكيك بدنا نحضر الزينة اللي نزين فيها الكيك، جبت لوح شوكولا، هذا لوح الشوكولا سادة وعم باقطّعه متل ما إلكم شايفين على شكل، عم كسّرهم تكسير بالسكينة ليطلعوا عندي متل أعواد الخشب، هيك صاروا عندي جاهزين بدي أغلّفهم وأحطّن بالبرّاد شان ما يدوبوا، وحسب كمان درجة الحرارة الموجودة عندكن، وبدي أستخدم معهم كمان حبيبات الشوكولا هاي اللي انتو شايفينها هي متوفرة بكل المولات فيكن تشتروها كمان. هلأ بعد مرور 40 دقيقة صار عندي الكيك جاهز تركته يبرد وشلته طبعًا من القالب، وهلأ بدنا نفتحه بالنص وراح نبلش بالتزيين. هلأ بالنسبة للتزيين فيكن انتو تعملوه أكتر من طبقة، وفيكن كمان
تكتروا الكمية وتعملوه أعلى من هيك وتعملوه 3 4 طبقات، يعني هذا الشي بيرجع لإلكن. هلأ عم بسقي الكيك بالحليب مع إنه هو كتير طري بس الأفضل يتسقى بالحليب، وبعدها حطيت الكريمة بكيس الحلويات وهلأ عم باوزع الكريمة على القالب متل ما عم تشوفوا بالفيديو. بعد ما خلصت توزيع الكريمة بالنص هلأ بدنا نبلش نضيف الفواكه. أنا جايبة هي علبة الفواكه جاهزة من السوق، فيكن تستخدموا انتو كمان فواكه فريش وفيكن كمان تستغنوا عن الفواكه، هذا الشي بيرجع لإلكن. بعد ما حطيت الطبقة التانية من الكيك هلأ كمان رجعت أغطي الوش بالكريمة بنفس الطريقة بكيس الحلويات. وبعد ما غطينا القالب بالكريمة من فوق هلأ بدنا نغطيه من على طرف. بعدها بدنا نجيب إذا عندكن سكينة خصوصية للكريمة أو في عندكن هاي البلاستيك اللي انتو شايفينها ما بعرف شو اسمها بالعربي، بس المهم إنه هاي بنستعملها لتقطيع العجاين أو كمان فينا نستخدمها لفرد الكريمة أو تسويتها يعني نسويها هيك بشكل مستوي. طبعا أنا هذا الكيك ما بدي إياه يطلع شكله بيرفكت كتير لأني متل ما انكم شايفين عم بحط هلا عليه حبيبات الشوكولا من على طرف، من على الأطراف لازم نحط حبيبات الشوكولا. وزعت حبيبات الشوكولا بشكل كامل على الأطراف، وهلأ بدي أوزع الشوكولا اللي كسرناها وصار شكلها مثل أعواد الخشب بدي أوزعها كمان على وش القالب. بدي أترك الأطراف ما يكون فيهم كتير شوكولا مشان بدي أوزع الكريمة. وهلأ بلشنا نزين ونحط اللمسات الأخيرة على الكيكة تبعيتنا، وعم نحط متل هيك وردات صغيرة بقالب الحلويات نفسه. وجبت أنا الكرز لأني هذا الكيك معروف إنه لازم الواحد يستخدم فيه كرز محلى. ما بعرف احترت شو بدي استخدم، جبت نوعين بعدين قررت استخدم المطربان القزيز لأني حسيت لونه أحلى، مع إنه هداك أرخص شوي بس هذا لونه أحلى وجودته أعلى فاستخدمتهم. كمان بتلاقوهم بكل المولات، أنا لقيته بالغيفا. وهيك صارت كيكتنا جاهزة. طبعا بدنا نحطها بالبراد ل3 4 ساعات عشان تمسك منيح أو لتاني يوم. ومثل ما قلتلكن فيكن تستخدموهم بكيكات عيد الميلاد، والكيكة من جوا طعمتها شوكولا وعم بتدوب بتتم ذوبان. وأكيد ما في داعي أشرح كتير لأني يعني الفيديو مبين وموضح كل شي. عن جد كيك رائع جدا وسهل متل ما شفتوا وسريع التحضير، فيكن تحضروه في البيت وفيكن تجهزوه لأعياد الميلاد. كتبولي بالتعليقات إذا بتحبوا كمان أنواع كيكات تانية، مع إنه متأكدة إذا جربتوا هذا الكيك راح تدمنوا عليه. وما تنسوا تحطوا لايك إذا عجبكم الفيديو وتكتبوا تعليق حلو مثلكن، وبشوفكن على خير والسلام عليكم.